يوم بيشتموا، ومسؤولين ووزراء وناس كبيره جدا في البلد وبتشتم، ومفيش حد بيتكلم ولا في حد بيساله. ف بجد انا مستغرب للي حاصل، وكأن اللي حاصل ده شيء جديد على الساحه الرياضيه، او يعني ده حاجه كل يوم، احنا كل يوم بنشتم، كل يوم يا باشا بنسمع شتايم وافظع الالفاظ كل يوم يا باشا. ولا انت لسه صاحي من النوم يعني، ولا ايه؟ مش فاهم يعني، انت لسه صاحي من النوم سمعت الكارثه؟ لا يا حاج، ده كل يوم واحد بيشتم جديد. الدور كان على ابراهيم فايق ووالدته، الله يرحمها ويرحم موتانا جميعا. فهو زيه زي اي حد، مع احترامي يعني للراجل ووالدته الله يرحمها. فاحنا الدنيا اتقلبت واتهزت، وكأن الراجل عمل شيء جرم او حاجه يعني جديده اكبر من اللي بيعملها كل يوم. ما هو كل يوم بيشتم يا معالي البيه فوق، كل يوم بيشتم. ايه الجديد؟ ايه الجديد يعني؟ وكأن ابراهيم فايق شخص ما ينفعش حد يشتمه، او ما ينفعش حد يتلفظ عليه، ولا لا، كل الناس بتشتم. اشمعنى ابراهيم فايق؟ بدل ما تتكلم على ابراهيم فايق اطلع من الاول واتكلم على الموضوع نفسه، الشخص نفسه ازاي يتجاوز في حق ناس كل مشكلتها معاه انها بتختلف معاه في الراي. يعني اي حد يختلف معاه في الراي بيطلع يشتم بامه على طول، حتى جمهوره، حتى جمهور النادي بيختلف معاه في الراي بيطلع يشتم بامه، وبتلاقي سلسفيله. فده مش جديد يعني، ما شفناش حاجه يعني اوفر من البيه كل يوم بيشتم، البيه كل يوم بيشتم، وكل يوم بنسمع، وكل يوم ساكتين. او مش احنا يعني اللي ساكتين، المسؤولين ساكتين، اللي المفروض يحاسبهم ساكتين ما بيتكلموش، لدرجه انهم قدموا استقالتهم. الاستقاله اترفضت من الاتحاد، لكن المفروض اللي يحاسب، يعني المفروض اللي يحاسب خلع سلت ايده. طب مين اللي هيحاسب؟ ما احنا كل يوم بنسمع الشتايم دي، وكل يوم ودنا باظت بسبب الشتايم دي في البيوت. نقلب على القناه نلاقيه طالع قدامنا على الفيس بالفيديوهات ويشتم وي. هو في ايه؟ وكأنها يعني وجبه لازم تاكلها. فانا بصراحه مستغرب للهوجه اللي انتوا هايجينها قوي دي على اللي حاصل، والخناقه بين مرتضى منصور وابراهيم فايق. ما كل يوم ليه حد بيطلع يمسك فيه ويشتم فيه بامه وابوه واهله، والبلد يعني في حاله يرثى لها بامانه. مفيش حد عارف يقول له انت بتعمل كده ليه، او انت بتعمل ليه كده، لا انت ما ينفعش تعمل كده. مفيش حد حتى بيقول له كده، ما ينفعش تطلع تعمل كده. ما فيش حد بيقول له احترم نفسك، احترم سنك. لا، هو الراجل طلع رد عليه في فيديو مختصر، وقال له ان والدته بجزمتها ب 100 واحد زيك وانت وعينتك برضه رد عليه، وهو هيرد وده هيرد وده هيرد، والملايه هتتفرش واحنا هنقعد نسمع بقى وكده يعني. وهو ده حل الساحه الرياضيه على الشاشات والسوشيال ميديا، هو ده الحال. لما بقى شكلنا زباله، بقى شكلنا عره، الناس بقت بتشاور علينا. ما هو هي دي مصر؟ هي دي ام الدنيا؟ هو ده اهلها؟ هو ده جمهور الكرة فيها؟ كده بقوا بيشاوروا علينا كده، وبنصدر صورة مسيئة جدا لمسؤولين الرياضة في مصر. رئيس نادي الزمالك على طول زي ما انتم شايفين حضراتكم، اعلاميين بتطلع ترد، مجبرين ان هم يطلعوا يردوا. هو الراجل الشتم بامه يعني، ما ينفعش ما يطلعش يرد، ما ينفعش ما يطلعش يرد، لازم يطلع يرد. والتاني طبعا مش هيخلصه، هيطلع يرد، وده هيرد وده، وهلم جرة. وفين بقى لما نخلص من الحوار ده بقى؟ كل يوم نطلع نسمع الشتايم وقلة الأدب والكلام ده كله والتجرمة. لكن لا يا مصر، لكن لا يا مصر. السلام عليكم.